لو انت عايز تشتري موبايل بسعر 5000 جنيه فالفيديو ده موجه ليه. هقول لك النهارده على افضل موبايل انت ممكن تشتريه بسعر 5000 جنيه، وهيديك كل الحاجات اللي انت محتاجها بقى من موبايل في السعر ده، ما عدا بس مشكلتين في الموبايل ده هما اللي مضايقني في الموبايل. غير كده الصراحه انا شايفه اكتر موبايل متكامل ممكن تشتريه ب 5000 جنيه، والموبايل ده هو السامسونج اي 14. فما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبس كده خلينا نبدا في الفيديو. الموبايل هنا جاي بنفس تصميم الفلاج شيب بتاع سامسونج، نفس تصميم الاس 23 بالظبط، 3 كاميرات بقى تحت بعض مع الفلاش الجانبي ده كده، ولكنه هنا هو جاي من البلاستيك وفريم من البلاستيك، فهو هنا مديك نفس شكل الاس 23 ولكن مع خامات مختلفه تماما، خامات موبايل اقتصادي جدا. نقلب بقى الموبايل كده على وشه ونتفرج على الشاشه الممتازه دي. طبعا انت ب 5000 جنيه مستحيل تاخد شاشه اموليد، ده شيء مستحيل طبعا في الفئه السعريه دي. وشاشه الموبايل ده هي من نوع بي ال اس ال سي دي، حاجه كده زي الاي بي اس ولكن بقى من تصنيع سامسونج. شاشه بصراحه بتعرض لك الوان كويسه جدا مع زوايا رؤيه هي مش زي الاموليد طبعا ولكنها حلوه. كمان الشاشه فول اتش دي و90 هرتز. العيب الوحيد في الشاشه دي صراحه هو شكلها، فكك من النوتش خالص، انا ممكن اتقبل النوتش ب 5000 جنيه ولكن استحاله ان انا اتقبل بقى الحوافل اللي من الجنب وفوق وتحت، ولكن ده موبايل اقتصادي بقى فالمفروض ان احنا نتقبل حاجه زي دي. عشان تعرف بقى قد ايه الشاشه دي حلوه فعلا عايز اقول لك ان الشاشه اللي موجوده في الفئه السعريه دي اي بي اس 720 60 هرتز، انما هنا بتاخد شاشه بي ال اس نظيفه من سامسونج بقى 1080 و90 هرتز، فرق كبير الصراحه ما بين الشاشتين. طبعا هنا كنت بتكلم على الشاشه بتاعت الريدمي 12 سي اللي في نفس السعر. الشاشه الصراحه ما ينفعش ان انت تقارنها خالص بشاشه سامسونج، وعلى فكره الاثنين جايين بنفس تقريبا الحواف الكبيره دي. الاداء بقى بتاع الموبايل برده واحد من نقاط ضعف الموبايل ده الاكزينوس 850، هو مش اقوى معالج ممكن تاخده في الفئه السعريه دي لانه اضعف من الهيليو جي 85 اللي موجود بقى في الريدمي 12 سي واللي تقريبا ارخص منه كمان، ولكن هنا الموبايل يا دوب هيأدي معاك. عايز تفتح الفيسبوك مثلا هيفتح معاك عادي جدا ولكن ببطء شويه، اللي هو يا دوب كده الانيميشن خفيف جدا بقى تفتح البرامج يا دوب كده، ولكن المفاجاه هنا ان هو بيلعب ببجي هنا على اتش دي وفريم ريت هاي. ولكن من اهم الحاجات اللي في الموبايل ده هي الكاميرا بتطلع لك صوره صراحه كويسه جدا بالنهار وبالليل، باستخدام النايت مود طبعا بقى بتديك صوره صراحه ممتازه، صور فيها تفاصيل حلوه، دايناميك رينج حلوه، معالجه كويسه جدا طبعا من سامسونج بقى. بصراحه دي افضل تجربه تصوير ممكن تاخدها ب 5000 جنيه، وما ينفعش ان انت تقارنها اطلاقا بقى بالريدمي 12 سي اللي نفس السعر ده، لان الصراحه الفرق بينهم كبير جدا. السيلفي هنا بقى الصراحه هو اللي متواضع شويه، ولكن لو جيت اشوف بقى السيلفي اللي في الفئه السعريه دي فهتلاقي ان هو قليل. تقدر تقول كده ان الفئه السعريه دي مش افضل تصوير سيلفي ممكن تاخده، تصوير سيلفي كده بيبقى متواضع خالص ما فيهوش اي اهتمام. طبعا الموبايل هنا جاي بصوت مونو ولكن الصراحه هو صوت كويس، صوت عالي ومسموع الصراحه وفي بيز كويس، ولكن الموبايل هنا مديك هنا مدخل 3.5 مللي بقى عشان انت تعرف تاخد تجربه الصوت الاستيريو. والبروكسيميتي سنسور هنا في الموبايل ده هو سوفت وير ولكنه هيأدي معاك كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل اطلاقا، مش زي شاومي يعني. عندك هنا كمان بقى البصمه في زرار الباور، الصراحه بصمه كويسه جدا، اي نعم بتتاخر ثانيه كده ولا حاجه ولكنها حلوه، احسن بكتير بقى من ان هم يحطوها في الظهر. كمان معاك بطاريه هنا كويسه جدا هي 5000 ملي امبير واللي بتكمل معاك هنا اليوم كويس جدا لو استخدامك متوسط، وهتبقي كمان معاك بطاريه الصراحه حلوه قوي وهتعجبك. اللي مش هيعجبك بقى هو سرعه الشحن. الشاحن هنا هو تايب سي ولكن 15 واط بس، ممكن نتغاضى شويه عن سرعه الشحن لان اللي في السعر ده اصلا 10 واط. الفكره هنا كلها بقى ان الشاحن مش في العلبه، تخيل هتدفع 5000 جنيه لا ولسه كمان هتشتري كفر وسكرينه وشاحن، حاجه كده الصراحه غريبه جدا يعني من سامسونج. الشاحن ده بيشحن الموبايل ده كده في حوالي ساعتين الا ربع. ممكن ان احنا نقول ان السرعه دي تعتبر كويسه لان الريدمي 12 سي اللي من نفس السعر ده بيشحن في حوالي ساعتين وربع مثلا او ساعتين ونص، فالسرعه اللي هنا هي سرعه كويسه ولكن الشحن هو اللي بره العلبه. فبس كده دي كانت كل حاجه عن السامسونج 14. نيجي بقى دلوقتي لرايي فيه. انا صراحه شايف ان الموبايل ده بيقدم لك شاشه وكاميرا وبطاريه، شاحن بره العلبه، محتاج تشتري كفر بقى وسكرين والحاجات دي، فمن الاخر لو انت عايز تاخد الشاشه نفسها بعيدا عن شكلها وكاميرا بقى وبطاريه فروح لل 14 طبعا. اما لو عايز تاخد اعلى اداء ممكن تاخده فيها السعريه دي فروح على الريدمي 12 سي، ولكن ساعتها هتخسر الشاشه والكاميرات. والموبايل ده نزل بضمان محلي رسمي هنا في مصر، وسعره هنا ال 64 مع 4 رام هو 5200 جنيه، اما ال 128 جيجا مع 4 رام هو 5800 جنيه. ولكن لو هتشتري النسخه ال 128 دي فانصحك ان انت تحوش شويه وتجيب بقى الريدمي نوت 12 4 جي، هيديك بقى صراحه شاشه احسن بكتير مع كاميرات تعتبر نفس تجربه الكاميرات بالظبط، ولكن سرعه شحن اعلى كتير بقى 33 واط موجوده في العلبه، وشكل شاشه بقى احدث كده بالهول بانش بقى والكلام ده كله، ولكنك هتدفع حوالي 600 جنيه فرق. ده لو انت هتشتري النسخه ال 128، لان النسخه ال 128 جيجا من ال 14 سعرها 5800 جنيه، وبعد ما تزود بقى ال 300 جنيه شاحن بقى وكفر وسكرين والكلام ده كله فهتوصل ل 6100 جنيه. ساعتها بس هتزود 200 جنيه وتلاقي الريدمي نوت 12 4 جي. اما لو هتشتري النسخه ال 64 جيجا فهي تعتبر صفقه كويسه جدا بالنسبه للسعر بتاعها. وبس كده اشوفك بقى في الفيديو الجاي، سلام.